الأكلة اللي من يوم ما عملتها وهي بتطلب مني كل يوم تقريبا، بس طبعا مش بعملها كل يوم. المهم، معايا طاسة أو صينية وهنزل فيها بحبة زيت، مكعب زبدة، ممكن تحطي سمنة، وهنزل فيها بمكعبات من اللحمة تكوني مقطعاها صغير جدا زي ما انت شايفة كده. طبعا الطاسة لازم تسخن كويس جدا أو الصينية تسخن كويس جدا، وبعدين تنزلي باللحمة على طول علشان تاخد الصدمة بتاعتها. في الحلة التانية بقى معايا زيت وزبدة برضو، حطيت عليهم ورقة لوري، فصين حبهان، فصين قرنفل، وقلبي وشوحي فيهم كده لحد ما ريحتهم تطلع. وبعدين هنزل عليهم بالرز بتاعي، الرز طبعا غسلاه وبسيبه يتهوى كده شوية. وبعدين بنزل بيهم على الزيت بالتوابل الصحيحة اللي احنا حطيناها او البهارات الصحيحة اللي احنا حطيناها. قلبي بقى وشوحي فيهم كده لحد ما الرز يتغلف كويس جدا بالزيت، وهتلاقيه بدأ يعمل صوت معاكي كده في الحلة وانتي بتقلبي. في المرحلة دي تزودي مقدار المية بتاعك. طبعا لو متاح شوربة تقدري تزودي شوربة، مفيش مشكلة. لو مش متاح انا هزود مكعب مرقة، فبحب ادوبه كده في اخر كوباية مية بنزل بيها، وبعدين بنزل بيه علشان ما يكونش فيه كتل او اي قطع كده من المرقة يعني في الرز بتاعي بعد ما يستوي. فبقلبهم في المية وبعدين بنزل بيهم على الرز. حطيت بقى التوابل، حطيت ملح وحطيت فلفل اسود. تقدري تحطي فلفل ابيض لو مش حابة شكل الفلفل الاسود في الرز يعني، علشان ده رز ابيض، ممكن تزودي فلفل ابيض بدل من الفلفل الاسود. وغطي بقى، ولما بيتشرب بتهدي النار. والناحية التانية كانت اللحمة بتاعتنا يعني اخدت لون جميل جدا من جميع الاتجاهات. دي المرحلة اللي انا عايزاها، يعني انا هفضل اقلب فيها واشوح فيها لحد ما توصل للون ده، تاخد لون كده وكأنها متحمرة. تمام. هحط بقى معايا ملح، وهحط كمان فلفل اسود، وهحط رشة من جوزة الطيب، وممكن تحطي حبهان او هيل باودر لو موجود عندك. لو مش موجود هحط معاكي فص حبهان دلوقتي او فص هيل يعني يكون صحيح علشان يدينا النكهة بتاعته في اللحمة. وهنا بقى هنزل معايا ببصلاية او بصلتين على حسب انتي عاملة كمية قد ايه يعني، وحابة بصل كتير او لا. وعايزة اقول لكم ان البصل بيخلص قبل اللحمة، يعني زودي بصل عشان البصل بيدي تست حلو جدا في الاكلة دي. بعد ما البصل بتاعنا بيتقلب كده مع اللحمة، حطيت كمان فص الحبهان او فص الهيل، وهقلب واشوح فيهم كده لحد ما البصل يتكرمل معايا مع اللحمة بالشكل اللي انت شايفاه ده، وكده تبقى جاهزة. هنا بقى الرز بتاعي كان استوى واتشرب وتمام وجاهز. هغرف بقى الرز وهغرف كمان اللحمة بتاعتنا، وكده تبقي عملتي احلى اكلة في اسرع وقت. عايزة اقولك تحميرة اللحمة دي خطيرة، كده تبقي عملتي احلى تحميرة لحمة في 10 دقايق. عايزة اقولك صدقيني الاكلة دي من يوم ما عملتها وبأمانة بتطلب مني كل يوم. جربيها واوعدك هتعجبك جدا. غرفت الرز بتاعي بقى، عملت على شكل قلب كده وغرفته بالشكل ده، وهحط كمان اللحمة من على جنب. واعملي بقى حبة سلطة مثلا جنب الطبق ده، واستمتعي وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وكومنتاتكم الحلوة اللي بتشجعني. ولو اول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلي زرار الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد بينزل، او تعملي اشتراك وتفعلي زرار الجرس. وبس كده، اشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.